السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض مكرونة وايت صوص. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة بنفس طعم المطاعم بالظبط. هنعملها كمان بالمشروم وبالفراخ. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. طبعا اول حاجة هبتدي بيها هي سلق المكرونة. خلاص عندي مية مغلية فيها حوالي معلقة كبيرة من الملح، وبعد كده نزلت بكل كمية المكرونة اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده عندي طاسة سخنة جدا فيها شوية زيت صغيرين. هبتدي ان انا انزل بالفراخ بتاعتي. انا عندي هنا صدر فرخة مقطعة لشرائح كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا اديله صدمة كويسة جدا مع الزيت، وكمان اسويه. هفضل اقعد اقلب فيه كده لغاية لما يستوي معايا. واول ما الفراخ بتاعتي استوت كويس جدا وكمان اخدت معايا لون ذهبي كده بسيط، هبتدي ان انا انزل بالملح والفلفل. خلاص واقلب كويس جدا برضو علشان يختلط كده مع الفراخ، البهارات تختلط مع الفراخ بشكل كويس. بعد كده نزلت بشرائح من المشروم. تقدري تستغني عنه لو مش متوفر عندك، او لو انتي مش بتحبي طعمه عادي جدا تقدري تستغني عنه. بعد كده هنزل بالفلفل الالوان وهديله تقليبه بسيطه جدا، بسيطه خالص، لان انا عايزاه يفضل محافظ على قوامه. كده خلاص عندي الفراخ استوت، وعندي كمان المشروم استوى، والفلفل الالوان زي ما قلت لكم انا مش عايزاه يتهري خالص. انا عايزاه بس يتقلب كده تقليبه بسيطه. هبتدي بقى ان انا اشيل المكونات دي كلها كده واصفيها واطلعها على جنب. وفي نفس الطاسة اللي واخدة من طعم الفراخ هنزل بمكعب من الزبدة زي ما انتوا شايفين، يعني حوالي 3 معالق كبار من الزبدة عليهم. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المهروس، بس للأسف الحتة دي أنا مش لاقيها خالص، تقريبا كده ما اتصورتش. بعد كده لما الثوم بدأت ان انا اشم ريحته كده ويدبل شوية، انا مش عايزاه يتحرق خالص علشان ما يمررش معايا. هنزل بحوالي 3 معالق كبار من الدقيق زي ما انتوا شايفين، وادوبهم كويس جدا مع الزبدة لغاية لما يختفوا، والدقيق احس ان هو استوى كده معايا. بعد كده هنزل بنص لتر من اللبن بالتدريج زي ما انتوا شايفين. خلاص شوية بشوية كده علشان القوام معايا ما يكتلش. وبالمناسبة لو كتل معاكي تقدري ان انتي تنقلي الخليط ده كله في الخلاط يفك معاكي وترجعيه تاني تبتدي تكملي الوصفة بتاعتك، مفيش اي مشكلة خالص. بس طبعا لازم تسيبيه يبرد شوية الاول قبل ما تحطيه في الخلاط. تمام كده. بعد ما داب معايا كويس جدا نزلت بحوالي كوباية من القشطة، ودي اختياري لو بتحبيها او بتفضليها. طبعا القشطة تقلت معايا الخليط فنزلت بشوية لبن كمان. خلاص هنا نزلت بمعلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من البصل البودر، وبقلبهم وادوبهم كويس جدا كده مع الخليط. وبتدوقي تشوفي لو الملح مظبوط او مش مظبوط، تقدري انتي تزودي ملح. بعد كده بعد ما تتأكدي ان كل حاجة مظبوطة نبتدي ان احنا ننزل بالفراخ بتاعتنا، الفراخ والخضار زي ما انتوا شايفين. وبكده الصوص بتاعنا جاهز معانا. بعد كده هنزل بالمكرونة بتاعتي بعد ما وصلت لدرجة السوا المطلوبة، وبعد ما صفيتها انا مش بغسلها، انا بصفيها بس. تمام. وهقلبها كويس جدا مع الصوص اللي احنا لسه عاملينه مع بعض. طبعا انتي تقدري تتحكمي في سمك الصوص بتاعك، لو بتحبيه سائل قوي او خفيف قوي او تقيل قوي، ده براحتك على حسب الذوق. بعد كده ببتدي ان انا اغرف الطبق بتاعي زي ما انتوا شايفين، وببشر عليه اي نوع جبنة انا بحبه او بفضله. تقدري تستغني عن الخطوة دي خالص. بجد كانت رائعة، كان طعمها مميز حلو قوي. جربيها هتعجبك جدا. وبس كده الفيديو النهاردة خلص، وصفتنا كمان خلصت معانا. واشوفكم في فيديو جديد في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.